السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حفيظ دراجي يؤكد ما نقلناه سابقا حول مباراة المنتخب الجزائري ضد المصري، وما اكتشفه وليد صادي من تهاون و يعني عدم أخذ هذه المباراة بعين الاعتبار، حيث أكد وكشف حفيظ دراجي حقائق خطيرة بخصوص المباراة الودية الدولية المقررة ضد منتخب مصر منتصف هذا الشهر، التي لم تخضع لعقد يحفظ حقوق الطرفين، بل تم تعيين المنتخب الوطني والمنتخب المصري بعد اتخاذ القرار والاتفاق على تنظيمها هاتفيا قبل أن يستدرك وليد صادي الأمر ويهدد الاتحاد المصري بإغلاء المباراة إذا لم يتم الموافقة على شروط الاتحاد الجزائري التي تخصص له مداخيل لا تقل عن 200 ألف دولار وتضمن حقوق النقل التلفزيوني للتلفزيون الجزائري. إذا المباراة كانت على وشك أن تكون على ورق فقط، لم تكن حتى مسجلة، لم تكن حتى لها أهمية. يعني هذا ما نقلناه في الفيديو السابق، نرجو أن يكون قد أعجبك، والسلام عليكم.